ازيكم عاملين ايه؟ احنا عملنا فيديو فطار قبل كده، فده تاني فيديو فطار، يعني افكار كده نساعد بعض. إيه، هنعمل بان كيك بس صحي بقى للناس الهيلثي اللي بتحب الحاجات الصحية، بتحبش تعمل بان كيك عشان الدقيق والسكر والكلام ده. هنعمله بطريقة صحية قوي. حطيت بيضاية عليها كوباية لبن. اولا المقدار ده عمل لي 5 وحدات بان كيك. عايزة تعملي اكتر ضعفي الكمية بقى، بس امشي على نفس الخطوات دي. حطيت بيضة على كوباية لبن واقلب كده كله مع بعضه بالمضرب اليدوي ده عادي، مش محتاجين بقى خلاط ولا مضرب كهربا ولا الكلام ده، كده على طول. وهحط معلقتين زيت زيتون بمعلقة الاكل اللي احنا بناكل بيها دي. حطيت معلقتين، عايزة بتحطي زيت عادي، وهو طعم، هو ما بانش طعم زيت الزيتون خالص، ما كانش باين اي طعم ليه. بس عايزة تحطي زيت عادي، حطي سمنة، حطي. انا حطيت كده معلقتين زيت زيتون، قلت بما ان هي حاجة صحية بقى. دي اسمر صحي، ده صحي اكتر من الدقيق الابيض طبعا، فهستخدمه هو بقى. وهحاول ان انا استغنى عن الدقيق الابيض. انا اول مرة اجربها على فكرة. كنت بعملها بالدقيق الابيض قبل كده وبتطلع حلوة جدا وتحفة، بس حبيت اعملها صحية شوية وكنت بحط لها سكر طبعا. فانا حطيت دلوقتي كوباية دقيق. المهم انا قعدت اتكلم كتير وتهتوا مني في المقادير. انا حطيت بيضايه على كوبايه لبن، على معلقتين زيت زيتون، على كوبايه دقيق اسمر، على معلقه صغيره بيكنج باودر. انا حطيت كيك شيف، معلقه كده صغيره. انا حطيتهم بالبركه كده، بس هم حوالي معلقه صغيره، وكيس فانيليا عشان البيضايه. تمام. وهنقلب كله كده كده مع بعضه بالمضرب اليدوي من غير خلاط ولا حاجه. وهوريكم قوامها عامل ازاي. انا كده حطيت كل المقادير اللي عندي. هقلب بقى كله مع بعضه. وهي طبعا لونها غامق شوية، مش فاتحة زي اللي هي بالدقيق الابيض، لان الدقيق الاسمر ده تحسي ان هو عليه ردة كده، يعني في حاجات غير الدقيق الابيض، فطبعا لونها مش هيبقى فاتح عشان نبقى عارفين يعني. هوريكوا شكلها. طبعا ده القوام. انا عايزة قوام الكيكة، ولا هي سايلة ولا هي تخينة قوي قوي. هفضل اقلب كده وخلاص، نخلط بس المقادير. ونحط معلقتين عسل. ممكن تستغني عن العسل لو انتي هتاكليها بعسل، بس انا حطيت معلقتين عسل لان ممكن اكلها كده لوحدها من غير عسل، فحطيت معلقتين عسل كده في الوصف. ما كانتش مسكرة قوي، كانت حلوة معقولة يعني. لو بتحبيها مسكرة شوية زودي عن المعلقتين. انا عشان بحبها خفيفة سكر فحطيت معلقتين بس. وهقلب بقى كله مع بعضه. يبقى كده عشان ما تنسوش، بضاية على كوباية لبن، على معلقتين زيت زيتون، على معلقتين عسل ابيض، على كوباية دقيق اسمر، على كيس فانيليا، على معلقة صغيرة بودر. ونقلب كله مع بعضه. القوام ده كده حلو، نفس قوام الكيكة العادية جدا. ونفس الطعم على فكرة، بس هو الحوار ان احنا استخدمنا دقيق صحي شوية وفي فايدة غير الدقيق الابيض. بصوا انا بوريكوا اهو قوامها. هو الدقيق ده بتحسوا ان هو فيه حاجات كده بس مش اكتر، لان هو مش زي الابيض. وجبت بقى طاسة تيفال مش مدهونة اي حاجة خالص، ولا زيت ولا اي حاجة خالص. حطيت المعلقة فيها وسبتها على نار هادية جدا. بصي كأنك بتعملي قهوة، بس على العين الكبيرة شوية، اللي هي الوسط كده، مش العين الصغيرة قوي، علشان الحرارة تبقى تحت الطاسة كلها، تبقى مناسبة لمقاس الطاسة. شوفي الطاسة اللي انتي هتستخدميها، تستخدمي عين مناسبة ليها. بقت تعمل الفقاقيع دي، معنى كده ان هي خلاص يعني قربت. وانا هلاقيها بقت يعني لما اعملها بالسباتيولا هلاقيها بتطلع معايا اهي. بصوا لونها، بتظبطيها بقى لحد ما تلاقي لونها كده حلو وشبه ان هي استوت شوية من الناحية دي، لان الناحية التانية ما بتاخدش عليها وقت خالص، دقيقتين 3 بالكتير. بصي لونها، انا عايزة لونها يبقى كده. لو افتح من كده ممكن تبقى نية معاكي من جوه، فالاحسن ان احنا نعملها اللون ده، وما تعمليهاش رفيعة قوي، يعني نعمل مثلا سنتي كده او سنتي ونص عشان تبقى طرية كده وحلوة، متبقاش ناشفة. اهم حاجة في طاسة تيفال عشان ما تلزقش فيها.
وبصي اللون التاني الناحية التانية بيبقى لونها كده. انا عايزة اخرجها بقى، نحطها في علبة كده واقوم مغطيها على طول علشان ما تنشفش مني. بقيت المقدار كله بالشكل ده. المقدار ده عمل لي 5 وحدات بالمقاس ده. زودي انتي بقى الكمية براحتك. بس طعمها طلع حلو قوي وطلعت هشة وجميلة نفس طعم البان كيك التانية اللي هي بتدي الابيض والسكر عادي اهي شكلها، وطعمها حلو قوي وصحية كمان.